أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احترت كثيرا في اختيار موضوع هذه الليلة، ولكنني سأتكلم عن أمر عظيم وهو أصل الدين، ولن يدخل أحد الجنة إلا به، بل هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الكلمة الطيبة في القرآن كشجرة طيبة. فما قضيتنا هذه الليلة؟ إنها قضية لن يقبل الله بها شهادة أحد إلا بها، ولا عملا صالحا إلا به، أصل كل عمل صالح وهو الإخلاص. ما أكثر المصلين، ما أكثر الحاجين، ما أكثر المعتمرين، ما أكثر الذاكرين القارئين المتصدقين، لكن السؤال: هل كلهم يعمل هذا لله؟ هنا السؤال. أنا أصلي وأتوضأ وأصوم وأذكر الله وأقرأ القرآن، لكن السؤال الأهم: لمن أعمل هذا كله؟ إن كان لله فامضي واستمر واستقم، وإن كان لغيره فلا تتعب نفسك، وقل لمن لم يخلص لا تتعب. زين العابدين يقال عنه كان يحمل جراب الخبز على ظهره متى؟ بالليل. شوف الصدقة: ورجل تصدق بصدقة بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أي سر هذا؟ أي إخلاص ذاك؟ أما اليوم بعض الناس إذا تصدق بصدقة بوده لو كتبت بالجرائد، بوده لو كانت حديث المجالس، بوده لو مدحه كل المادحون. لمن تعمل العمل؟ هل حقا لله؟ إن كان لله فابحث عن السر، وابحث عن العبادة في الخفاء، وابحث عن آخر الليل، أوقات المحبين. لكن لمن؟ لله. كان علي بن حسين إذا أظلم الليل وهدأ الناس ودخلوا بيوتهم يوزع الخبز على الناس، يحمل كيس الخبز ويوزعه على الفقراء، ويقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب. دور لك فقير ما يعرفك ولا تعرفه، بالسر بينك وبينه، تذهب إليه تشتري له طعاما تسد جوعته. هذا هو الإخلاص. ما يعرفك أحد. ترى الفلوس لما تتصدق فيها الله ما راح يحصل على فلوسك، والله جل وعلا ما راح يأخذ ذبيحتك، والله جل وعلا ما تنفع صدقاتنا، لكن حنا المستفيدين. الإخلاص يصل. عبادة السر. أسألك بالله، متى آخر مرة في الليل لما نام الأهل وسكنت الأصوات قمت وتوضأت وصليت لله ركعات؟ متى؟ فكر وسل نفسك. متى آخر مرة جلست في المسجد وما في أحد وجلست تقرأ القرآن حتى ختمت؟ متى يا أخي العزيز جلست في مصلاك لوحدك ورفعت يديك وذكرت الله عز وجل خاليا ففاضت عيناك؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قلها من الآن: يا رب خلاص من اليوم ما راح أسجد إلا لك، ما راح أقرأ القرآن إلا لك، لن أحفظ إلا لك، ولن أذكر إلا لك، ولن أطلب العلم إلا لوجهك، ولن أتصدق إلا ابتغاء وجهك، ولن أدعو إلى الله إلا رضاءك يا رب. سمعتم برجل اسمه عبد الله بن المبارك؟ هذا الرجل كان في سفر. عبد الله بن المبارك كان رجلا ضالا فهداه الرب. كان في سفر من الأسفار، ماشي في السفر، في الطريق يقول أحدهم: جلسنا استرحنا وأشعلنا السراج. يقول: فجأة انطفأ السراج انطفأ. يقول: فذهبنا نصلح السراج، نجيب الزيت ونشعل السراج مرة ثانية. يقول: فلما أشعلنا السراج وجدنا ابن المبارك قد ابتلت لحيته. فترة دقائق أخذ يبكي. تعجبنا، ايش في يبكي؟ ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ تعرف لي ما بكى؟ تذكر ظلمة القبر فأخذ يبكي بدقائق، بثواني تذكر ظلمة القبر فبكى. سفيان الثوري، سمعتم بسفيان الثوري؟ بل ابن عيينة يقول: يوم من الأيام أصابتني رقة فبكيت، كنت جالس أقرأ القرآن أخذت أبكي، فقلت في نفسي. شوف ايش قال حق نفسه. الشيطان يبي يدمر كل عمل. الشيطان إذا رأك صليت قال لك صلي بس يدخل عليك الرياء. صم لكن قول حق الناس. تصدق لكن ما فيها شيء إذا الناس دروا. يبي يخرب نيتك، يفسدها عليك إذا ما استطاع أن يوقفك عن العمل. سفيان بن عيينة يقول: كنت في مجلس فأصابتني رقة قلب يعني، فبكيت فقلت في نفسي. شوف حديث النفس ويعترف سفيان: قلت لو كان أصحابي معي فشاركوني، الله لو كان إخواني معي لكنا بكينا كلنا.
نية زينة ما فيها شيء، بس علشان يشجع إخوانه، ما قصد إلا الخير لإخوانه. يقول فغفوت إغفاءة، نمت. يقول فجاءني في المنام رجل يقول لي يا سفيان، مغضب، يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك، أجرك في هذا العمل ابحث عنه عند أصحابك. يعني كأن الأجر قد ضاع. كم من الناس اليوم يصلي لله، أول شيء لله، بدأ لله، لكنه لما سمع كان يبي يقرأ قل هو الله أحد سنة، فلما سمع أن أحد الناس دخل في المسجد صارت قل هو الله أحد عما يتساءلون. لما زدت السورة؟ لما أطلت فيها؟ لما؟ هل حقا لله؟ سل نفسك هذا السؤال. كل شيء لغير الله والله لن ينفعك، وربي لن ينفعك يوم القيامة. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. حتى طلاب العلم، حتى القراء، حتى الحفظة، كم من الناس علمه للتكسب بس. والله رأيناهم هذا الزمن ما أكثرهم، اي والله يسأل قبل ما يسوي أي محاضرة أو يعلم الناس كم أقبض، كم فلوسي، كم معاشي. الله أكبر. صار علم الدين لأجل المادة، صار عمل الآخرة لأجل الدنيا، إلا من رحم الله جل وعلا. أهم شيء الإخلاص. رجل أتى لتميم الداري، تعرفون تميم الداري صحابي، قال له يا تميم كيف صلاتك بالليل؟ شلون تصلي بالليل؟ فنظر إليه مغضبا، قال ماذا قلت؟ قال شلون تصلي بالليل؟ ما سأل شيء، يبي يتعلمون. قال لأن أصلي ركعة في سر لا يعلمها أحد أحب إلي من أن أقوم الليل كله وأقصه على الناس. وينك أنت؟ شو تقول؟ تسألني عن قيام الليل؟ عبادة المخلصين هذه، ليست عبادة الشهرة. والواحد جالس يقول تدرون أنا البارح كنت صايم، البارح كنت قايم، واليوم أنا صايم، وأمس تصدقت على الفقير، واليوم حفظت القرآن. تريد الأجر ممن؟ تريد الحسنات ممن؟ هل هذا عمل لله؟ أم أنك فقط تريد أن تشهره بين الناس؟ اسمع إلى ابن أبي ليلى أحد العلماء، أنا ما أجيب لك إلا سير العلماء والعظماء. كان إذا دخل إلى بيته يصلي، فإذا دخل عليه الداخل اضطجع، يسوي نفسه نائم إذا دخل عليه أحد. تقول زوجة حسان بن أبي سنان، زوجته أحد الصالحين، تقول إذا أوى إلى فراشه تقول يخادعني كما تخادع المرأة صبيها. شفت الأم شلون تنوم الياهل وتقوم شو يسوي؟ تقول يخادعني. تقول فإذا ظن أني نمت قام يصلي وهي نائمة، لكن يظن أنها نائمة، ينتظرها، يريد أن يخفي عمله عن زوجته، مو عن الناس، عن زوجته، يريد أن يخفي عمله. شوف السر، شوف الإخلاص، شوف العبادة لله. تقول فقلت له يوما يا حسان كم تعذب نفسك، ارفق بنفسك. تقول فغضب علي وقال لي اسكتي ويحك، يوشك أن أنام نومة لا أقوم منها زمانا، يوشك أن أنام نومة لا أقوم منها زمانا. أيوب السختياني من أشد العباد، لكن سر ما يعلم أحد. يوم من الأيام يقول أصحابه رق في موعظة خاف أن يبكي، يقول فخاف من الرياء، نزلت دموعه، فأخذ يمسح وجهه وهو يقول ما أشد الزكام. ليس به الزكام ولكنه يبكي من خشية الله، يتظاهر أن به الزكام. واليوم بعض الناس يتظاهر بالبكاء، وبعض الناس يريد أن يصرخ حتى يسمعه كل من في المسجد، وبعض الناس يتمنى أن لو رأوا الناس دموعه، وبعض الناس يتمنى أن لو رأوا الناس جبهته، يتمنى أن يعلم الناس بأعماله الصالحة إن كانت صالحة. وأيوب السختياني لما بكى غطى وجهه وقال ما أشد الزكام. يوم من الأيام ابن سيرين، سمعتم بابن سيرين؟ ابن سيرين المفسر، ترى هذا رجل عابد، إذا رآه الناس في السوق كبروا، ما يتكلم، لكن إذا شافوه كبروا الله. والأولياء من الأولياء؟ إذا رأيتهم ذكرت الله جل وعلا، بس تشوفهم نور يخرج منهم يذكرونك بالله جل وعلا. أولياء الله هم يظهرون أعمالهم لكن الله يظهرها عليهم. ابن سيرين يوم من الأيام سألوا عنه ايش في هذا؟ كله يضحك مع الناس يضحك ويلهو ويتكلم. قالوا إنما العبادة بالسر،
قال أهله كان إذا جاء الليل يبكي كأنه قتل قتيلا. شفت الواحد اللي قاتل شلون يبكي؟ هكذا كان يبكي ابن سيرين. لكن إذا كان في النهار يضحك حتى لا يعلم به أحد. سل نفسك، كم سنة أنت مسلم؟ 30 40 سنة 50 سنة؟ هل تعلمت الإخلاص؟ يقول أحد الصالحين عالجت نيتي 20 سنة 20 سنة أصلح النية. يقول ثم ارتحت 20 سنة ثانية. هكذا مجاهدة النفس. تلميذ الإمام أحمد، الإمام أحمد كان يختم القرآن كثيرا، كل أيام يختم القرآن. يقول لازمته 4 شهور ما علمت أنه ختم ختمة واحدة، ما أدري. إذا غفى الرجل قرأ وإذا رآه سكت. يقول ما أدري متى يختم. 4 شهور يقول أنا معه ما رأيته ختم ختمة واحدة، وكان يختم كل بضعة أيام. هكذا السر. لا تستغرب، لا تستغرب لما تشوف ناس أشكالهم ملتزمة حقيقتهم خاوية. لا تستغرب. القضية الإخلاص. هل كان هذا لله ولا مو لله؟ لا تستغرب لما تشوف أحيانا واحد تحتقره، تقول هذا وين الالتزام، هذا وين الدين، لكنه إذا صف رجليه لله بكى. ليش؟ قضية إخلاص، قضية قلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، لكن ينظر إلى قلوبكم. كان الربيع بن خثيم يقرأ المصحف كل يوم في البيت، فإذا دخل عليه أحد غطاه بالثوب حتى لا يعلم به أحد. تغطيه عمه يا ربيع، تغطيه. سبحان الله، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أحيانا إخلاصك ونيتك تسبق العمل. أحيانا ما تسوي، لكن النية الخالصة لله تعطيك الأجر كله. ما أقدر، عندي نية أن أبني مسجدا لكن ما عندي، يكتب لك الأجر. عندي نية أن أحفر بئرا لكن ما عندي، يكتب لك الأجر. عندي نية أن أذهب للجهاد لكن ما في باب، يكتب لك الأجر. عندي نية أن أذهب للحج لكن ما عندي، ما أستطيع، يكتب لك الأجر. علي بن حسين ابن النبي، من أحفاد النبي، من آل البيت، قيل له عند الحج لبي، قل لبيك حجا، سكت. قالوا له لبي فسكت. قالوا له لما لا تلبي، ايش فيك؟ قال أخاف أن أقول لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. شوف القلب المخلص، شوف القلب الخائف. احنا اليوم نروح نحج ونرجع ضامنين. الواحد يقول أسوي اللي أسوي وأحج حتى يغفر الله لي. تضامن. يقول شريح الحاج قليل والركبان كثير. ما أكثر من يعمل الخير لكن ما أقل من يريد وجه الله. ترى مو كل الناس يريدون الآخرة، مو كل الناس صلوا لله. صلى لأمر، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى ما صلى ولا صام. صلى لأجل حاجة، صام لأجل حاجة. بعض الناس يقول أنا كنت أصوم سنوات لكن ما أصلي. شلون؟ صوم ما تصلي؟ عادة. ما كان يصوم لله جل وعلا. صيام مثل الناس، صيام تحدي، صيام عادة، صيام أمور اجتماعية. لكن هل كانت لله جل وعلا إلا الصوم؟ فإنه لي وأنا أجزي به. الشيطان حريص على أن يزيغ القلوب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما خاف عليكم الشرك الخفي. قالوا ما هو الشرك الخفي؟ قال الرياء. الواحد يتصدق لكن علشان الناس تنظر إليه، يطلب علم علشان يشيرون إليه، يدعو إلى الله حتى يقال ما شاء الله دعا، يفعل الخير حتى يمدح من الناس ويشار إليه بالبنان. قال الرياء. قالوا ما الرياء يا رسول الله؟ شنو الرياء؟ قال يقوم الرجل فيصلي، صلى لله، فيطيل صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. طول في الصلاة، طول في العبادة، بكى في الدعاء، ما كان لله البكاء. لو ما كان في أحد ما بكى. لو ما كان في أحد ما زاد في الدعاء. لو ما كان في أحد ما صلى بهذا الطول. ولكن لأجل الناس، رياء، نسأل الله العافية. اجعل صلاتك فقط لله، صيامك لله، اجعل صدقتك لله، اجعل ذكرك لله، اجعل قرآنك لله، اجعل دعوتك لله، اجعل حضورك للمجلس هذا فقط لله. يقول ابن الجوزي ما أقل من يعمل لله مخلصا. إي والله صدق ابن الجوزي.
العالمون كثر، لكن من منهم يعمل بعلمه؟ القليل. والعاملون كثر، لكن من منهم يخلص في عمله؟ القليل. عبد الله، من اليوم راجع النية. عبد الله، السؤال المهم، أنت تصلي وتصوم وتحج وتقرأ القرآن وتذكر الله، لكن السؤال، تفعل هذا لمن؟ إن كان لله امضي، وإن كان لغير الله قف من الآن قبل أن تخرج من المسجد. خطوتك قبل أن تخطوها إن كانت لله فامضي، وإن كانت لغير الله قف. قل لمن لم يخلص لا تتعب. أين القلب المخلص؟ أين القلب الصافي؟ أين القلب الطاهر؟ القلب الذي لا يبحث عن السمعة، لا يبحث عن الشهرة. كم من الصالحين ما عرفوا إلا بعد وفاتهم. منو فينا قاعد يدور الفقراء في بعض المناطق الفقيرة، يفتش عنهم، فإذا علم ما يعرفونه يذهب إليهم ويطرق الباب فيعطيهم طعاما أو مالا. منو فينا يدور؟ منو فينا يبحث عن صدقة السر، ويبحث عن دمعة السر، ويبحث عن ركعتي السر؟ أخي الكريم، هي وقفة محاسبة. أرجوك فكر كثيرا وحاسب نفسك كثيرا وكن جادا معها. كل عمل بغير إخلاص لا يقبله الرب عز وجل. يقول الله في الحديث القدسي: قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل والقبول فيه يا رب العالمين. اللهم احسن خواتيمنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.